المكالمة جات لي فجأة، احنا محتاجينك معانا في بودكاست في الجامعة البريطانية، والموضوع مستعجل جدا. طبعا كان لازم نصحى بدري، الشوارع فاضية ومفيش حد في الشارع. فطرت وشربت قهوتي وتوكلنا على الله. طبعا قابلت بنا الشخص اللي ما بيترددش لحظة انه يسندني في اي خطوة. ومع اذكار الصباح الواحد بيحس بطمأنينة ان اليوم هيمشي صح. طبعا كان لازم نقف وناخد ايس كوفي عشان نفوق. طريق طويل بس كنا متحمسين اكتر. وصلنا اخيرا، بس كان في شوية تأخير في المواعيد هناك. استغليت الوقت بتشيل اوت وندخل في الجد قبل ما نبدأ. دخلنا الجامعة والاستوديو بصراحة كان كوزي جدا ورايق. قابلت سهيل بطل الليلة اللي جاهز المايكات والإضاءات وكل حاجة. وقعدت مع نفسي دقيقتين اراجع اللي ممكن اقوله يفيد الشباب بجد ويكون فيجن مش اي كلام وخلاص. دخلنا في الموضوع، وليه ممكن شخص يترفض، وهل الاتش ار لازم يكون صارم ولا لازم يكون بيعيش التجربة. بصينا للسي في كقيمة مش كشكل، والاهم ليه في ناس شاطرة بس ممكن تترفض من اول انترفيو. فرق دايما بانك تكون فاهم نفسك وفاهم مشاكل الشركة اللي رايح تحلها، ومش مجرد حافظ اجابات. حتى الكارير شيفت لازم تخليه نقطة قوة مش ضعف. ياما ناس كتير عملت كارير شيفت ونجحت وكسرت الدنيا. خلصنا وقررنا نكافئ نفسنا في مدينتي، وعشان مكملين في الحياة الصحية أكلنا أكلنا اللي كان معانا. وبعدين ختمنا ب 9 to 9. طبعا إعلان غير مدفوع الأجر. بنا شرب اختراعه الغريب وأنا استقريت على سموزي فريش. خلصنا ورجعنا للمنصورة، وفي طريق الرجوع للمنصورة كان زحمة جدا وبس. وأنا في الطريق اكتشفت إننا كسرنا حاجز 10,000 متابع.